في 2011 لامبرجيني قررت تبدأ فصل جديد تماما في تاريخها، وقدمت عربية ما كانتش مجرد بديل للي قبلها، دي كانت بداية جيل كامل، اللامبرجيني افنتادور LB 700-4، ودي أول نسخة تنزل من اللامبرجيني افنتادور في 2011. من اللحظة الأولى العربية دي كانت مختلفة، شاسيه كربون وانجن جديد بالكامل V12 6.5 لتر ناتشرال اسبريتد. ومن 2011 لحد 2022 الافنتادور ما كانتش عربية واحدة، دي كانت عيلة كاملة، من أول الاس للاس في للاس في جي للأولتيماي، ويا رب اكون قلتها صح، ونسخ تانية كتير لامت نزلت العربية دي. وخلال 11 سنة على خطوط الانتاج لامبرجيني باعت اكتر من 11,000 نسخة بمختلف فئاتها وانواعها، رقم كبير جدا بالنسبة للعربية V12 بالشكل ده. العربية نجحت واتباعت وبقت رمز اللامبرجيني الحديثة، ومع كل النجاح ده لامبرجيني قررت توقفها. ليه؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. النهارده هنتكلم عن واحده سابت اثرها في كل حد بيحب البرفورمانس والباور والصوت اللي يخطف العقل، لامبرجيني افنتادور الوحش الايطالي اللي من اول ما نزل لحد اخر نسخه كان كل اصدار فيه مهرجان من الباور والتصميم والهندسه اللي مش عايزه اي منافس يتقارن بيها. هنتكلم عن رحله عربيه عبر الزمن، رحله بدات من 2011 وفجاه في 2022 انتهت وسببت صدمه لكل محبين الفي 12 التنافس الطبيعي. رحله فيها تحديثات ونسخ وارقام قياسيه ومنافسات قويه جدا على اصعب حلبه في العالم ما حصلتش قبل كده لعربيات انتاجيه من لامبرجيني. ووسط كل ده هنسال نفسنا سؤال كبير، ليه لامبرجيني قررت توقفها رغم النجاح الكبير والرقم القياسي اللي حققته؟ وليه اخر في 12 طبيعي انتاجي ينزل على اللامبرجيني افنتادور الأولتيماي؟ خلونا الاول نتكلم عن النسخ اللي نزلت للافنتادور. اول نسخه اللي ظهرت لنا في 2011 للعربيه ديت وهي اللامبرجيني افنتادور LB 700-4، دي اول نسخه انتاجيه للعربيه ديت، وطبعا نزلت بالانجن المشهور اللي موجود في كل نسخ الافنتادور L539 V12 6.5 لتر ناتشرال اسبريتد اللي كان بيطلع قوه 700 حصان، وكان دفع كل العجلات فول ويل درايف. دي كانت النسخه الاصليه اللي بدأ منها كل الفئات بعد كده. وبعد كده في 2015 نزلت لنا نسخه اسمها لامبرجيني افنتادور SV هنا اختصار لكلمه سوبر فيلوتشي، ودي النسخه الاخف واقوى نسخه نزلت لللامبرجيني افنتادور قبل ما تنزل الاس في جي. العربيه ديت كانت نازله بنفس الانجن، هم كلهم نازلين بنفس الانجن ال L539 الفي 12 ال 6.5 لتر. هو النسخه دي كانت نازله 750 هورس باور، وكانت اقل من النسخه العاديه ب 50 كيلو جرام. وطبعا اداء العربيه ديت على اي حلبه سباق كانت اسرع بكتير قوي من اي افنتادور قبلها. وطبعا هنا اس في اللي هي السوبر فيلوتشي معناها سريع جدا. وبعد كده في 2017 نزلت لنا نسخه اللامبرجيني افنتادور الاس، دي كانت نازله تحديث كبير للنسخه الاصليه اللي نزلت في 2011 اللي قلت لكم عليها اللي هي LB 700-4. النسخه دي بقى كانت نازله تحديث للنسخه الاولانيه خالص، والقوه زادت فيها 30 حصان. طبعا اول نسخه قلت لكم ان كانت نازله 700، هنا بقت 730 حصان، طبعا كلهم نفس الانجن. التحكم في العربيه هنا بقى افضل بكتير قوي، وحطوا نظام سسبنشن مختلف خالص وهو LBI اكتيف سسبنشن، وشكل العربيه بقى هجومي اكتر وبيقابل احسن الايروداينامكس. ونسخه الاس ديت اتعملت وكان هدفها الاساسي انها تحسن الايروداينامكس على الطريق مش التوب سبيد وخلاص. وفي 2018 لامبرجيني فاجئتنا باللامبرجيني افنتادور الاس في جي، ودي اقوى نسخه نزلت لللامبرجيني افنتادور في 2018، نزلت تقريبا ب 770 هورس باور. وطبعا هنا اس في جي اختصار لسوبر فيلوتشي يوتا. كلمه سوبر فيلوتشي زي ما قلنا انها معناها سريع جدا، كلمه يوتا بقى دي كلمه قديمه قوي راجعه للامبرجيني لنسخ السباق السوبر سريعه زمان عندهم. وللعلم الاس في جي هي اسرع عربيه انتاجيه من لامبرجيني على حلبة نوربرجرينج في تاريخ الشركة كله. يعني العربية ديت نازلة في الترتيب الخامس كأسرع عربية في تاريخ تراك نوربرجرينج، بس عربية انتاجية. هتقولي طب يعني ايه عربية انتاجية؟ العربية الانتاجية هي عربية ممكن تشتريها من المصنع وتطلع بيها في الشارع، يعني مش نسخة تجريبية ولا نسخة بروتوتايب ولا نسخة سباق مخصوص. ونيجي لاخر نسخه لامبرجيني نزلتها للافنتادور، ودي كانت نسخه وداعيه للاسطوره وهي اللامبرجيني افنتادور أولتيماي، النسخه الاقوى من الافنتادور. العربيه ديت كانت نازله 780 حصان، كانت ازيد 10 حصان بس من الاس في جي. هنا في العربيه ديت دمجوا لك كل المميزات اللي عملوها في كل النسخ اللي قبلها، والانتاج بتاعها كان محدود جدا وعملوا منها نسخ قليله قوي. وللعلم دي اخر عربيه تنزل من لامبرجيني فيها موتور 12 سلندر تنفس طبيعي، لان بعد كده اي عربيه نزلت بقت هايبريد. هتقولي
لي طب وكل النجاحات ديت لامبرجيني ليه وقفت الافنتادور؟ لامبرجيني قررت انها توقف انتاج الافنتادور مش لانها عربيه فشلت او انها مش ناجحه، بالعكس العربيه كانت اسطوره ونجحت جدا وكسبت قلوب عشاق البرفورمانس في العالم كله. بس السبب الحقيقي ورا ان هم يوقفوا انتاج الافنتادور وهي قوانين الانبعاثات اللي نزلت وقفت لنا عربيات كتير قوي. الانجن الفي 12 الناتشرال اسبريتد ده اللي كان موجود في كل نسخ الافنتادور وبيطلع طبعا انبعاثات عاليه جدا بالنسبه للمعايير الجديده للعربيات الانتاجيه، لامبرجيني كانت مضطره انها تبدا مرحله جديده وتحول عربياتها تدريجيا لعربيات هايبريد والكتريك. والفكره بقى ان لامبرجيني لو فضلت مكمله بنفس الانجن ده اللي هو ال 12 سلندر التنافس الطبيعي من غير ما تعدل عليه هيسبب مشاكل قانونيه ويأيد الشركه في الاسواق العالميه كلها. بمعنى اخر وقف الافنتادور كان قرار استراتيجي عشان الشركه تحافظ على الاستمرار بتاعها في المستقبل. وفي النهايه الافنتادور ما كانتش مجرد عربيه، دي كانت اسطوره حقيقيه في عالم ال 12 سلندر، من اول ال بي 700-4 اول نسخه نزلت للعربيه واللي بدات معانا الحكايه لحد الاس في لحد الاس للاس في جي اللي كسرت كل الارقام ولحد اخر نسخه نزلت للعربيه ديت وودعت الحقبه بتاعت العربيه باعلى قوه وافضل تصميم. العربيه دي علمتنا ان القوه مش بس في الارقام وان الاداء مش بس سرعه والصوت مش مجرد ضجه على الفاضي، ده احساس وهيبه وفلسفه كامله. ولما لامبرجيني قالت لنا وداعا للعربيه ديت ما كانش مجرد وداع لعربيه، لكن وداع لعصر كامل من ال 12 سلندر التنفس الطبيعي الايطالي اللي مش هيتكرر تاني. لكن التاريخ فضل والاسطوره فضلت وكل نسخه من الافنتادور هتفضل محفوره في ذاكره كل واحد بيحب العربيات كواحده من اعظم السوبر كارز في التاريخ.